بعد بعض الزيارات نجد فيها هاي العبارة: لا إله إلا الله الذي شرفنا بمن؟ بأوصياء يحفظون الشرائع في كل زمان. الزيارة تريد تعلمني شيء، تقول أقدس شيء يهم الله تعالى هي شنو؟ الشرائع. والشرائع الله تعالى هي لها حملة الأنبياء. بعد الأنبياء شو يصير تراجع، فترجع الناس للجاهلية. زين، دين النبي الدين الخاتم: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم شنو؟ النبيين. إذن هاي الرسالة الخاتمة. هاي الرسالة الخاتمة إذا بقت لحد النبي وتنتهي، توصل لأجيال لما توصل؟ ولا تشوف ترى القرآن يقول انقلبتم على أعقابكم. تدري عمر بن الخطاب النبي بعد ما ميت، وهاي موجودة في كل الكتب الصحاح اللي عندهم، بس شو تسوي للي ما يستحي؟ واحد يسب النبي، شو تسوي له؟ يقول نحطه على راسنا. ليش؟ قال آتوني بقرطاس ودوات أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده أبدا. ما قال له سمعا وطاعة، قال دعوا إنه يهجر، يخرف. قام يخرف. شوفوا محمد قام يخرف. أكو نبي يخرف؟ هسه إذا أنا أقول أبو حنيفة يخرف ما يزعلون؟ إذا أقول أحمد بن حنبل يخرف ما يزعلون؟ شلون النبي يخرف؟ عدوها عادي جدا. أنا ما عديها، هذا تجاوز. بعد لم يكتفي بهذا، قال حسبنا شنو؟ كتاب الله. يعني شنو؟ يعني قال لهم راح نبدأ مرحلة جديدة إذا مات النبي. بعد ما لنا شغله بالنبي، القرآن وما يفهمه الخليفة. يا خليفة، خليفة الله لو خليفة الناس؟ متفهموا؟ احنا نؤمن بالخلفاء، احنا نؤمن بخلفاء النبي، هم يؤمنون بخلافة الناس باعتبار شنو؟ الشورى. زين انتم شو فهمكم بالقرآن؟ انت ارجع المسلم صحيح مسلم يتحدث عن عمر ايام خلافته ما كان يدري شيء او حكم التيمم، بحيث جاء واحد من المسلمين قال له انا البارحه نايم واجنبت واستيقظت فلم اجد ماء اصلي، قال له اصلي. وين؟ فتيمموا صعيدا طيبا. وين؟ ما سامح. شلون صار خليفه؟ هاي تحتاج الى تحقيق. زين انت ما سامع بحكم التيمم، شنو حسبنا كتاب الله؟ شنو شلون يصير؟ من هنا بدأ التحريف. شلون وصلنا الإسلام؟ إذا الله تعالى خلق للنبي شنو؟ خلفاء بامتيازات خاصة، بمؤهلات خاصة. لذلك الزيارة تقول ترى هذا الإمام اللي تزورونه مو مجرد سيد يشور، لا إله إلا الله الذي شنو؟ شرفنا بمن؟ بأوصياء. شبيهم؟ يحفظون الشرائع، مو شريعة. شريعة اليهود عندهم، شريعة النصارى عندهم، شريعة الإسلام عندهم. شلون وصلتهم؟ هذا بحث آخر. هاي الوراثة الاصطفائية. على كل، فلو فعلا على كل، بعد لذلك النبي قبل أن يطلع من الدنيا وجهنا انطانا بوصلة، قال إني راحل عنكم وتارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم به لو بهما. هذا الحديث من طبعا 90% من كتب السنة تقول وعترتي، بس الخط الأموي شلون شالوا عترتي خالوا وسنتي ونشروها، بحيث لهم أغلب السنة يسمعون شنو؟ وسنتي. أحد العلماء السنة قبل أيام طلع متهستر يقول أنا عمري كله أثق بعلمائنا، لكن لما رجعت المصادر فوجئت أغلب مصادرنا تقول وعترتي. إذا هناك من يريد أن يبعد الناس عن أهل البيت. هذا المنبر لازم يشتغل صح. من هنا أدعو إخوان الخطباء أقول لهم قللوا بالنعي، قللوا بالنعي. احنا مو ضد النعي، مو ضد المصيبة، لكن نحتاج إلى التنوير. صور اليوم السنة أكثر من مليار، شوش عليهم الإعلام التضليلي بحيث النبي يقول شيء وهم يعتقدون بشيء آخر.